تعالوا بقى نعمل البطاطس المهروسة بطريقة جديدة وجميلة وسهلة وسريعة، وهتعجبكم جدا، وهندخل فيها كمان الخضار اللي ولادنا مش بترضى تاكله. دلوقتي هنسلق البطاطس ونهرسها وننزل عليها بشبت وبقدونس وبصل اخضر. عايزه تقللي كميه الخضار عن كده تقللي براحتك، وتنزلي بمعلقه توم كبيره وكزبره ناشفه وملح وفلفل اسود وكمون ورشه جوز الطيب ومعلقتين 3 دقيق عشان تمسك معايا البطاطس. هقلب وبيضه كمان، هقلب كل ده مع بعض. ودلوقتي احضر بقسماط وبيض ودقيق، انزل على البيض بملح وكمون وفلفل، وعلى الدقيق برضو ملح وكمون وفلفل ومعلقتين نشا عشان تخلي البطاطس مقرمشه معايا. هحضر دلوقتي طاسه على النار، احط فيها معلقه زبده او سمنه وشويه زيت، انزل عليها معلقه توم كبيره وبفلفل شطه، ياخد بس يتشوح كده معايا وهرجع لها تاني. دلوقتي هكور البطاطس معايا، هعفر ايديا بالدقيق واكورها بقى كور صوابع اللي انتي حباه، وهرجع اقول لك تاني لو عايز تقللي الخضره قلليها. دلوقتي بنزل بيها على الدقيق الاول وبعدين البيض وبعدين البقسماط. وبعد الخطوات دي يا ريت تحضري الكميه كلها وتدخليها بعد ما تحطيها في البقسماط، تحطيها في التلاجة بس تتشمع كده نص ساعه عشان بس تمسك نفسها اكتر معاكي. انا حمرتها على طول بس عشان اوريكم الطريقه. نزلت دلوقتي بمكعبات طماطم 3 أو 4 طماطمات كده، ودلوقتي معلقه صلصه، وهسيبها كده تاخد وتدي على النار كده. دلوقتي بعيد تاني الخطوات في تحمير البطاطس، اعملها كور اعملها صوابع زي ما انت حابه. بنزل دلوقتي على الخلطه دي بملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه وشويه سكر. دلوقتي خلاص خلصت الوصفه معايا، يا رب تعجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات.